الرسول صلى الله عليه وسلم فاز جولة جولة فاز مرة وعائشة رضي الله عنها وارضاها فاز جولة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى انت تصلي يا عبسي؟ انت تصلي؟ الحمد لله شيخنا والله ما بقطع. اكيد. يرجع السبب الرئيسي والحقيقي وراء اعتزال الشيخ محمود الحسنات منصة التيك توك التي كان يقدم عليها محتوى ديني دعوي إلى ضحك التيك توكر الأردني عبس المستمر والغير مبرر أثناء مناقشة تدر حول سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث دخل الشيخ محمود الحسنات في لايف مع التيك توكر الشهير الأردني عبسي المعروف بمحتواه الكوميدي والمضحك. وأثناء الحديث والنقاش صدم الشيخ من ضحك الشاب الأردني عيسى على المحتوى الذي يتحدث فيه، وكان عن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وتعجب الشيخ من طريقة التيك توكر الأردني في الحديث عن النبي الكريم محمد، وسأله هل تصلي يا عبسي، ليرد عبسي ساخر أنسلي مفوت فرض وهو يضحك أيضا. وقد أثار هذا الفيديو غضب الجمهور والمتابعين العربي في الأردن وجميع الدول العربية، ويتساءل الجميع كيف وصل حال شباب العرب والمسلمين لهذه الدرجة من السطحية والسخرية من أمور دينهم الحنيف من أجل التربح من خلال المزيد من اللايكات والإعجابات. وقد أعلن الشيخ محمود الحسنات على جميع حساباته الخاصة على منصات السوشيال ميديا اعتزاله التيك توك الذي دخله بهدف إصلاح ما أفسدته الحياة في نفوس الأجيال الصغيرة، ولكنه لم يستطع تركا المحتوى الديني المقدم عليه كصدقة جارية له. مساء الخير جميعا، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ اول شيء صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. ثاني شيء اغلبكم شاف الفيديوهات اللي طالعه ترند حاليا اللي هي بعضها صحيح وبعضها مش صحيحه. اني كنت طالع قست فقط بدون جولات مع الشيخ محمود الحسنات، الداعية طبعا كلكم تعرفوه. بنفس القست يا جماعة الخير اجاني نوبة ضحكية والله العظيم، لا استهزاء بالنبي لا سمح الله او اتمسخر على الدين، يعني استغفر الله العظيم، مستحيل هذا، مستحيل هذا الشيء. اجتني نوبة ضحكية، كانوا اصدقائي اصحابي قاعدين جنبي، فخلص اجتني نوبة ضحكية ما قدرت امسك نفسي والله العظيم. وانا بقدم اعتذاري للشيخ محمود الحسنات، للناس اللي بتحبني، لاني بديش تفهموني غلط اني بتمسخر على الدين لا سمح الله. وبس، شكرا لكم.